عندك مشكلة في الخريطة؟ في درس التضاريس ودرس المناخ والنبات الطبيعي بتتلخبط ما بين السلالات، خصائص السكان وتوزيعهم. حل المشكلات دي كلها موجود إن شاء الله في فيديو النهاردة، وكمان هيكون في ورق خاص بفيديو النهاردة. هسيب لك الرابط في كومنت، وبالتوفيق إن شاء الله للجميع. ويلا بينا نبدأ. أول حاجة عندي الخريطة في الامتحان عبارة عن 4 نقط. طبعا الاربع نقط دولت اهمهم في الامتحان نقطه كده تخص التضاريس. جيب لي مثلا مثال على جبل، على هضاب، على سهل من السهول الفيضيه، فعندي تضاريس نقطه اساسيه في سؤال الخريطه. الحاجه الثانيه برضك الاقاليم المناخيه من ضمن النقط الرئيسيه اللي موجوده في سؤال الخريطه. عندي النقطتين اللي بعد كده بقى ممكن يجيب لي بقى نقطة عن السلالات، يجيب لي مسطح من المسطحات المائية بقى، محيط أو خليج أو بحر أو حتى مضايق. ممكن يجيب لي أمثلة عن الجزر، المناطق التي يتركز بها السكان أو التي يقل بها السكان. فبالنسبة للسؤال الخريطة نبدأ بقى بأول خريطة عندي. طبعا دي سهلة ما فيهاش أي مشكلة، بس تفتكر كده أماكن القارات عشان تقدر تجاوب على أي سؤال يخص الموقع الجغرافي. ترتيب القارات كده اللي هم ال7 بالأرقام اللي قدام حضرتك دي، ترتيبهم من حيث المساحة. نفس الكلام بالنسبة للمحيطات، ترتيبهم من 1 ل5 على حسب مساحتهم. عند الخريطة اللي بعد كده تخص جزء البحار والخلجان اللي ليهم دور كبير جدا في الإجابة على سؤال يخص برضك الموقع الجغرافي أو مصبات الأنهار. عندي البحار 9 بحار عندنا مهمين نعرف مكانهم على الخريطة، وبالنسبة للخلجان 6، وزي ما باين قدام حضرتك كده بأرقامهم بترتيبهم من 1 ل9. نحفظهم بقى بالنسبة للبحار بالطريقة دي: متوسط، أحمر، عربي، قزوين وأسود، شمال وبلطي، فورة وكاريبي. طب بالنسبة للخلجان هنحفظهم برضك من 1 ل6 بالطريقة دي: عربي، غينيا، استرالي، كبير، هيدسون، لورانس والمكسيك. عند الخريطة اللي بعد كده الجزر وأشباه الجزر. بالنسبة للجزر ممكن تجيلي في سؤال الخريطة أو تجيلي كده في شكل سؤال بقى اختياري صح وغلط أو أيا كان. فبالنسبة لقارة آسيا عندنا جزر زي جزر اليابان، تحتها الفلبين، وعندي في جزر إندونيسيا وجزيرة جاوا. في أشباه جزر زي شبه الجزيرة العربية وشبه جزيرة الملايو. بالنسبة لقارة أفريقيا عندي جزر القمر وجزيرة مدغشقر. بالنسبة لأوروبا عندي جزيرة أيسلندا والجزر البريطانية. أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية ما جابليش سيرة جزر فيها. بالنسبة لاستراليا عندي جزيرة تسمانيا اللي موجودة في الجنوب، مهمة وبتتكرر كتير في الامتحان. في جزر زي نيوزيلندا وجزر سولومون. عند الخريطة اللي بعد كده بقى هتسهل علينا جزء الموقع الجغرافي لو جالي في شكل سؤال صح وغلط أو اختيارات أو غيره. مثلا يسألني كده: يحد قارة آسيا من الشمال، طبعا شمال آسيا أو حتى أوروبا أو أمريكا الشمالية المحيط القطبي الشمالي. وهكذا بقى بتحفظ الخريطة عشان باقي القارات. لو لاحظت كده في جنوب أفريقيا وأمريكا الجنوبية عامل لك علامة غلط لما يجي يسألك عن الموقع الجغرافي لقارة أفريقيا وأمريكا الجنوبية في جزء الجنوب، طبعا ما جابش سيرتهم. عندي برضك بالنسبة للمضايق اللي بتقترب عندها القارات زي مضيق باب المندب، مضيق جبل طارق، ومضيق بيرنج. كل ده واضح قدامك على الخريطة، هيسهل عليك تجاوب على أي سؤال خاص بالموقع الجغرافي. الخريطة اللي بعد كده بقى هدية لو جت في الامتحان، لو سألك في دوائر العرض فدي بتبقى من ضمن الهدايا. ممكن مش شرط يجيلي دوائر العرض على الخريطة، تجيلي في شكل سؤال اختياري أو صح أو غلط. فعلى سبيل المثال مثلا عندك دائرة الاستواء بتمر في وسط أفريقيا، طيب بالنسبة لأمريكا الجنوبية موجودة في شمالها. طيب بالنسبة لآسيا موجودة في أطرافها الجنوبية عند الجزر. نفس الكلام بقى تعرف مدار السرطان بيمر بقارات زي إيه: مدار الجدي، الدائرة القطبية الشمالية والدائرة القطبية الجنوبية. وبرضك نفس الكلام بالنسبة لخط جرينتش. عندي بقى بالنسبة للخريطة اللي بعد كده دي خريطة بس لشرح جزء الموقع الفلكي، وما اضحكش عليك الموقع الفلكي ضعيف جدا ان هو يجي في الامتحان. طيب عشان نبقى ضامنين درجته لو جه، دي خريطة كده بتوضح لنا ازاي نجاوب على سؤال الموقع الفلكي. قلت قبل كده في درس قارات العالم ان الارقام دي ما بتتحفظ، هو بيجيب لك الارقام وانت كمان من خلال الاتجاهات تقدر تجاوب على اي قارة. يعني على سبيل المثال لو قال لي اكتب ما تشير اليه العبارة: قارة تمتد بين دائرتي عرض 81 شمالا فاصلة 10 جنوبا. طبعا زي ما واضح قدام حضرتك اللي هي قارة آسيا. يقول لنا كده ليها 81 دائرة عرض في الشمال و10 بس في الجنوب، يعني معظم مساحتها في الشمال وجزء بسيط بس في الجنوب. فالأرقام دي بنلاقيها بتنطبق على قارة آسيا. نفس الكلام أفريقيا بقى يا دوبك انصاص 37 في الشمال و34 في الجنوب. عندي بقى بالنسبة لأمريكا الجنوبية مثلا عكس آسيا، معظمها في الجنوب وجزء بسيط في الشمال. فده اللي الأرقام بتوضحها، يعني يقول لي 12 شمالا و56 جنوبا. فإيه القارة اللي بنلاقي جزء بسيط منها في الشمال ومعظم مساحتها في الجنوب؟ أمريكا الجنوبية. قارة أوروبا أمريكا الشمالية مساحتهم بالكامل في الشمال. طبعا الأرقام هنا تعرفك إذا كانت دي أوروبا ولا أمريكا الشمالية. من 36 ل 71 دي أوروبا،
من 7 لحد 83 طبعا أمريكا الشمالية. طب لو ما قاليش بقى بين دائرتي عرض وقال لي خطوط طول، ودي ضعيفة وصعبة أوي إنه ممكن إن هي تيجي في الامتحان، حتى أنا أعمل لك علامة غلط كده على أفريقيا وأوروبا، يعني دول صعب جدا إن هم يجوا في الامتحان عشان أرقامهم قريبة من بعض. بس في حاجات سهلة زي أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، الاتنين بكامل مساحتهم في الغرب. طبعا يقول لي تمتد بين خطي طول 10.168 غربا، قال لي غربا بس وقال لي الأرقام دي كلها، فأنت هتستنتج إن دي أمريكا الشمالية. لكن من 35 ل 81 خطوط طول مش كتيرة، دي اللي هي أمريكا الجنوبية. طب قال لي شرقا بس هتبقى أستراليا. وآسيا طبعا معظم مساحتها في الشرق من 26، واخدة حوالي 10 خطوط طول في الغرب اللي هي 170 غرب. عندي بقى بالنسبة للتضاريس، وأول خريطة عندي تخص جزء الجبال، وطبعا ركز حضرتك في الأرقام اللي قدامك دي. عندي حوالي 16 جبل مهمين جدا في سؤال الخريطة، وهقول لك بقى ترتيبهم كده من 1 ل 16 بأغنية كده هتسهل عليك الحفظ. وقبل ما أبدأ كده بعتذر لحضراتكم إن أنا بقدم الأغاني دي بصوتي، بس هي والله طريقة مش أكتر. عندي بقى من 1 ل 16 هنقولهم بالأغنية دي: هيمالايا في وسط آسيا، زاجروس في العراق وإيران، وتروس في تركيا، في الشرق جبال اليابان، في أفريقيا عندنا أطلس وجبال البحر الأحمر، وكينيا وكليمانجارو، وفي الجنوب دراكنزبورج. في أوروبا عندنا القلب، والقلب الدينارية اسمها كده في البلقان، والبرانس في أسبانيا. في أمريكا الشمالية عندنا جبال روكي وأبلاش، والإنديز في أمريكا الجنوبية، في استراليا حاجز كبير. ده كده عندي بالنسبة لجزء الجبال، وإن شاء الله هتحفظهم. بعتذر تاني عن الصوت، أنا بحاول أسهل على حضراتكم الموضوع مش أكتر. عندي بالنسبة بقى لجزئية الهضاب هنقولهم بنفس ترتيبة الأرقام اللي قدام حضرتك، وهنقولهم برضك بأغنية إن شاء الله تسهل عليك الحفظ. ويلا بينا نبدأ. التبت في وسط آسيا، في الغرب جزيرة عربية، في الهند هنلاقي الديكن موجودة في وسط الدولة، وفي أفريقيا صحراء كبرى وإثيوبيا واستوائية، أما في جنوب القارة هضبة جنوب أفريقيا. وفي أوروبا موجودة الميزيتا وجنبها هضبة فرنسا الوسطى. وفي أمريكا الشمالية مكسيكو ليبرادور. في أمريكا الجنوبية جيانا برازيل بيتاجونيا. أما بقى في استراليا الهضبة الغربية. ده كده بالنسبة لخريطة الهضاب، احفظهم بالترتيبة دي إن شاء الله هتسهل عليك الحفظ. عندي بالنسبة لخريطة السهول الفيضية طبعا عندي الكلام كتير قوي، يعني حاول على قد ما تقدر كده تركز وتحفظ، وبرضك في ترتيبة أرقام كده. يلا بينا نبدأ. في آسيا سهول سيبيريا كونها أوبودينا ويونسي، وفي سهول شرق الصين بيجري فيها نهر اليانجيتسي، وفي سهول منشوريا وكمان نهر السند، وفي العراق نهرين عارفين هما ايه، دجلة والفرات. وفي افريقيا 5 انهار، نهر النيل نيجر وكونغو لمبوبو واورانج. وفي اوروبا سهل اوروبي العظيم، وفي شوية انهار منهم نهر السين، في الراين والفولجا والدانوب. وفي أمريكا الشمالية لسهولها مزايا كتير، فيها أنهار نيلسون وسانت لورانس، ونهر الميسيسيبي بيصب في خليج المكسيك. وفي أمريكا الجنوبية أوسع سهول فيضية هي سهول نهر الأمازون. لا وفي سهول تانية أوريانكو ولابلاطا بيجري فيها 3 أنهار، مباراجواي وبارانا والتالت لابلاطا. وفي استراليا نهر ميري ودارلينج، والاتنين دول بيصبوا في الاسترالي الكبير. عند الخريطة اللي بعد كده تخص جزء الأقاليم المناخية اللي زي ما قلت لحضرتك نقطة أساسية في سؤال الخريطة. وعندي عشان أسهل على حضرتك بقى حفظ الجزء ده، لو بصيت كده على شمال الخريطة هتلاقيني سايب لك أرقام كده كأني مسطر لك الخريطة عشان أسهل عليك بقى حفظ الكلام ده. عند الأقاليم المناخية زي ما حضرتك عارف كده 9 أقاليم، كل إقليم فيهم أنا سايب له لون وكاتب مدلول اللون ده تحت زي ما حضرتك شايف كده. عندي مثلا الإقليم الاستواء زي ما حضرتك عارف بيمتد بين دائرتي عرض 0 10 شمالا وجنوبا.
بيمر بيه دائرة الاستواء، واخد اللون الأخضر اللي هو الغامق شوية ده، زي ما موجود في أمريكا الجنوبية وفي أفريقيا وفي جزر اللي موجودة في جنوب قارة آسيا. طيب شماله أو جنوبه بقى عندي اللي هو الإقليم المداري زي ما واضح قصاد حضرتك كده في الخريطة. عندي بالنسبة للإقليم الموسمي واخد لون اللي هو البني الخفيف ده، هنلاقيه مثلا في هضبة إثيوبيا، جزيرة مدغشقر، في دولة الهند أو شبه الجزيرة الهند الصينية اللي موجودة في جنوب آسيا زي ما باين قدام حضرتك في الخريطة. بالنسبة للبحر الأحمر لو بصيت كده هتلاقي ما بين التسطير إن هو موجود ما بين دائرتي عرض 30 45 غرب القارات. طبعا شرق القارات 30 45 اللي هو الإقليم الصيني. يعني في غرب القارة هتلاقي البحر المتوسط، قصاد على طول في شرق القارة هتلاقي الإقليم الصيني زي ما موجود كده في قارة أمريكا الشمالية. لو بصينا تحت كده في أمريكا الجنوبية هتلاقي اللون الأحمر اللي هو المتوسط قصاده الصيني. في أفريقيا نفس الكلام، وفي أستراليا نفس الكلام. طبعا لو جالي التظليل عند البحر المتوسط اللي هو سبب تسمية الإقليم بهذا الاسم، طبعا هتقول له إقليم بحر متوسط. طيب شبه بقى البحر المتوسط والصيني بس من 45 ل 60 إقليم غرب أوروبا اللي هو غرب القارات، واللورنسي هيبقى قصاده في شرق القارات. طيب شمال الخريطة خالص بقى زي مثلا شمال آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية من بعد دائرة عرض 60 أو حتى أنتاركتيكا بالكامل، اللون اللي هو الرمادي الفاتح أوي ده بيمثل الإقليم التندرة. طبعا عند الإقليم الجبلي بيتم تظليل أشهر 3 جبال عندك في المنهج اللي هو الهيمالايا في قارة آسيا، عندي جبال روكي في أمريكا الشمالية، أو جبال الإنديز في أمريكا الجنوبية. لو ظلل لي 3 جبال دولت وجابهم لي في الخريطة وقال لي إقليم إيه، هقول له إقليم جبلي. وده كده عندي بالنسبة للخريطة اللي تخص الأقاليم المناخية. عندي الخريطة اللي بعد كده تخص جزء السلالات، والسلالات لو جه منها تظليل كده في أي قارة على حسب القارة اللي هيجيبها لك في الامتحان هتبقى العملية سهلة إن شاء الله. بالنسبة لقارة آسيا زي ما حضرتك شايف كده معظمها تظليلها كده هيبقى سلالة مغولية. في دولة الهند كده قوقازية شبه الجزيرة العربية قوقازية. نروح لقارة أفريقيا عبارة عن جزئين، الجزء الشمالي قوقازية، الباقي هتبقى سلالة زنجية. قارة أوروبا قوقازية طبعا. أمريكا الشمالية مقسومة برضك لجزئين، الجزء اللي في الشمال مغولية، اللي موجود في الجنوب قوقازية. أمريكا الجنوبية ملخبطة شوية، عند حوض الأمازون كده طبعا منطقة غابات هنود حمر فهتلاقيها مغولية، كل اللي حواليها بقى سواء في شمالها في شرقها في غربها زي ما انت شايف كده قوقازية. هتلاقي اللي تحتيها مغولية، اللي تحتيها قوقازية، مغولية قوقازية مغولية، ماشية بالترتيب اهي. عندي بالنسبة لقارة استراليا معظمها زنجية، الأطراف بقى في الشرق وفي الغرب زي ما حضرتك شايف كده سلالة قوقازية. الخريطة اللي بعد كده تخص بقى مناطق يتركز بها السكان. بيبقى عند حضرتك كده مشكلة مش عارف هتكتب ايه بالظبط لما يجي يقول لك كده من المناطق التي يتركز بها السكان. طبعا مثلا على سبيل المثال رقم 1 في قارة آسيا قال لي منطقة يتركز بها السكان، وهنا حضرتك عارف ان ده نهر ينجتسي، فبتقول له حضرتك كده سهول نهر ينجتسي. طبعا بقى جنبها نهر اللي هو الجانش. في عندك جزيرة جاوا اللي هي أكثر مناطق العالم ازدحاما بالسكان. في جزر اليابان الفلبين حضرتك عارفهم. نفس الكلام بقى بالنسبة لأفريقيا، كل رقم قدام حضرتك مكتوب إجابته في الجزء اللي هو على شمال الخريطة. في أوروبا ممكن يجيب لي بقى مدن يتركز بها السكان زي في بريطانيا كده لندن، في فرنسا كده اللي هي باريس، أو يجيب لي تظليل كده في معظم القارة يقول لي منطقة تركز السكان، هقول له السهل الأوروبي العظيم. في أمريكا الشمالية عندي رقم 12 ممكن يقول لي مدينة. طبعا ده حضرتك عارف ان هو الساحل الشمالي الشرقي للولايات المتحده الامريكيه، هتقول له دي مدينه نيويورك. طب لو قال لي منطقه تركز السكان وظللها زي ما هو قدام حضرتك كده هتقول لي الساحل الشمالي الشرقي للولايات المتحده الامريكيه. في عندي سهول نهر المسيسيبي، وممكن نقولها بطريقه تانية ولايات الوسط. في المكسيك مدينه مكسيكو، واللي هي ألف دي اللي هي منطقة البحيرات العظمى. أمريكا الجنوبية عندي في سهول الأوريانكو، في سهول لابلاطا، في هضبة البرازيل. الحاجات دي كده كده احنا عارفين أماكنهم من درس التضاريس. بالنسبة لاستراليا عندي مدينة سيدني، أو يقول لي كده منطقة تركز السكان أقول له السواحل الشرقية. عندي بالنسبة ل 19 في قارة استراليا سهول ميرو دارلين، أو اللي هي جنوب شرق استراليا. عندي بقى خريطة المناطق التي يقل بها السكان. طبعا بقى سهول سيبيريا شبه الجزيرة العربية الأرقام واضحة قدام حضرتك ما فيهاش أي مشكلة. الصحراء كالهاري، جبال البحر الأحمر، الصحراء الكبرى اللي هي ألف في قارة أفريقيا. في أوروبا عندي دولتين في الشمال فنلندا والنرويج. في شمال أوروبا اكتب الاتنين عادي. عندي في أمريكا الشمالية الجزء اللي بيصل قارة أمريكا الشمالية بقارة أمريكا الجنوبية بنسميها دول البرزخ، أو بنقول له كده في الإجابة هندوراس وكوستاريكا.
في امريكا الجنوبيه بقى سهول الامازون، جبال الانديز، هضبه بيتاجونيا. استراليا بقى لو ظلل الجزء ده هنقول له غرب وداخل استراليا. طبعا دي كلها مناطق بيقل فيها السكان. ده كده عندي بالنسبه لجزء الخريطه. عندي اللي بعد كده بقى يا شباب ادي المذكره اللي ان شاء الله حضرتك تحملها وتذاكر منها. بالنسبه للخرائط هي كمان هيكون ليها رابط ان شاء الله موجود في نفس الكومنت، هتقدر تذاكر من هنا ومن هنا، والعمليه ان شاء الله هتبقى سهله مع حضرتك. عندي كده شويه حاجات هقولها لك في الاول. لو بصيت كده على الشمال فوق هتلاقي علامه الشباك دي انا بقصد بيها في المذكره اللي هي بما تفسر لو قابلتك. علامه النجمه معناها يعني ما النتائج. ميم زين اللي هي ماذا يحدث. ميم عين ما العلاقة. دي شوية حاجات كده هتقابلك في المذكرة تبقى فاهم ان دي معناها اللي قدام حضرتك ده. بالنسبة للمذكرة متقسمة بطريقة هتسهل عليك ان شاء الله الحفظ وانك تميز ما بين الاجزاء اللي موجودة عندك في جزء الجغرافيا. عندي على سبيل المثال اهم الملاحظات اللي موجودة ما بين القارات او اللي بيميز كل قارة عن التانية. عندك على سبيل المثال قارة اسيا مميزة عن باقي القارات إن هي أكبر قارات العالم مثلا من حيث المساحة وعدد السكان، هي الأكثر تنوعا في مناخها، بها أعلى جبال، أعلى هضاب، وهكذا. نفس الكلام بالنسبة لقارة أفريقيا وأوروبا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، كل واحدة من دول بتتميز عن التانية في إيه؟ ده كله هتلاقيه في بداية المذكرة. ونفس الكلام بالنسبة لقارة أستراليا والقارة القطبية الجنوبية. عندي اللي بعد كده الجبال، إحنا لسه حافظينهم مع بعض في الخريطة، وفي شوية ملاحظات كده تحت الأمثلة تركز بقى حضرتك وإن شاء الله العملية بإذن الله معاك سهلة. ونفس الكلام برضو بالنسبة للهضاب، الأمثلة في الأول وبعد كده أهم الملاحظات اللي موجودة عن أمثلة الهضاب هتلاقيها تحتيها. ونفس الكلام بالنسبة للسهول الفيضية وأمثلة الأنهار والملاحظات اللي موجودة عليهم، ده بالإضافة لجزء مصبات الأنهار. عندي بالنسبة للسهول الساحلية من الحاجات اللي بتتكرر كتير أوي في الامتحان، على سبيل المثال قارة أوروبا اللي نتج عن تميز سواحلها بالاتساع والتعرج أدى ذلك إلى إنشاء العديد من الموانئ الطبيعية. دي من الأسئلة اللي بتكتر كتير أوي في الامتحان. نفس الكلام بقى أفريقيا ليه بتضيق، غرب أمريكا الجنوبية اشمعنى الغرب اللي بيتميز بالضيق، طب شرق أستراليا، كل الحاجات دي مهمة جدا في الامتحان. عندي بالنسبة بقى للمناطق التي يتركز بها السكان، احنا لسه قايلين أهم النقط على الخريطة، هنا الأمثلة كاملة. وبعد ما بتخلص القارات كده بتلاقي شوية ملاحظات وكمان شوية أسئلة كده من الأسئلة اللي بتتكرر كتير جدا في الامتحان، فركز فيهم. نفس الكلام بقى بالنسبة للمناطق التي يقل بها السكان، الأمثلة، وبعد الأمثلة جزء ملاحظات مع أسئلة وإجابتها. اللي عندي بعد كده الموقع الجغرافي، طبعا من الخريطة تقدر تجاوب على أي جزء يخص الموقع الجغرافي في أي قارة. ونفس الكلام بالنسبة للموقع الفلكي، دوائر العرض برضو قلنا تفاصيلها على الخريطة. عندي اللي بعد كده بقى أهم الجزر زي ما لسه قايلينها في جزء الخريطة. عندي بالنسبة بقى للأقاليم المناخية من الآخر كده بقى عشان ما تتلخبطش في الدرس ده، تراجعه في شكل مقارنة. وادي المذكرة هو ملكش أي حجة، مقسمها لك الموقع لوحده، الخصائص المناخية لوحدها، كمان النبات الطبيعي. وعندي هنا هتلاقيني شارح لك كده إن الموقع لو جالك في الامتحان مثلا قارن بين الإقليم الاستوائي والإقليم المداري من حيث الموقع، قال لك موقع وسكت، يبقى أنت هنا حضرتك مطالب إنك تكتب موقع فلكي وجغرافي. يعني مثلا الاستوائي لو قال لي اذكر موقعه، هقول إن هو يمتد بين دائرتي عرض 0.10 شمالا وجنوبا في آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية. عندي بالنسبة للخصائص المناخية اللي عاملة قلق للطلبة، وعلى فكرة والله بسيطة جدا، حضرتك بس ركز معايا في اللي هقوله كده. الخصائص المناخية زي ما حضرتك عارف كده عبارة عن حرارة ومطر. حضرتك عارف إن الأمطار في كل إقليم يا إما بتبقى طوال العام، يا إما بتبقى في الصيف، يا إما بتبقى شتاء. احفظ الأمطار لوحدها، في 4 أقاليم أمطارهم طوال العام زي الإقليم الاستوائي والصيني غرب أوروبا لورانسي. في أقاليم بتبقى أمطارهم في الصيف زي المداري والموسمي اللي هم أصلا شبه بعض في الخصائص المناخية. ده بالإضافة لإقليم التندرا، هو شديد البرودة، بيبقى فيه صيف قصير بتسقط خلاله أمطار. طيب عندي الإقليم الوحيد اللي أمطاره في الشتاء اللي هو إقليم البحر المتوسط، والإقليم اللي ما جابليش فيه سيرة أمطار اللي هو الإقليم الجبلي. عرفت الأمطار، حضرتك بقى تخش على جزء الحرارة المرتفعة، هتلاقي إن أول 5 أقاليم بترتيبهم زي ما موجود قدامك، اكتب فيهم حرارة مرتفعة. شفت استوائي، مداري، موسمي، متوسط، صيني، اكتب حرارة مرتفعة. إقليم الاستوائي حرارة مرتفعة طوال العام، المداري والموسمي والمتوسط والصيني بتكتب فيهم حرارة مرتفعة صيفا. مش شرط تكتب بنفس الترتيبة اللي قدام حضرتك، زي ما قلت لك احفظ الأمطار. حفظت الأمطار خش على جزء الحرارة. يعني على سبيل المثال دلوقتي انت جمعت ان الإقليم الاستوائي أمطاره طوال العام وان حرارته برضك مرتفعة طوال العام، ممكن تكتبه كده أمطار طوال العام وحرارة مرتفعة طوال العام. المداري حضرتك عرفت ان أمطاره في الصيف وان هو حرارة مرتفعة
برضك في الصيف هتكتب كده أمطار صيفا، وحرارة مرتفعة صيفا، وجفاف شتاء. وطبعا بقى كلمة جفاف دي عكس الأمطار، فهنا المداري والموسمي أمطارهم في الصيف يبقى جفافهم على طول في الشتاء. البحر المتوسط أمطاره في الشتاء يبقى جفافه في الصيف. بالنسبة لإقليم غرب أوروبا واللورنسي بنبدأ بكلمة برودة شتاء. إقليم الطندر وإقليم الجبلي الاتنين بنبدأ بكلمة شديد البرودة. طبعا الكلام سهل قدام حضرتك مفهوش أي مشكلة. بالنسبة للخصائص النباتية أو اللي هو النبات الطبيعي، لو طلب منك في الامتحان مقارنة ما بين إقليمين من حيث النبات الطبيعي والخصائص النباتية، بتكتب اسم الغابات وأمثلة أشجارها، بتكتب حشائش لو في حشائش، وهكذا. طيب، أول 5 أقاليم اسم الغابات اللي موجود فيهم على نفس اسم الإقليم. يعني عندي الإقليم الاستوائي غابات استوائية، الإقليم المداري ممكن تقول غابات مدارية صح، ممكن تقول كده غابات أشجارها أقل كثافة وتشابك من أشجار الغابات الاستوائية. الإقليم الموسمي غابات موسمية، إقليم البحر المتوسط غابات بحر متوسط، الصيني غابات الإقليم الصيني. طيب، غرب أوروبا الغابات اسمها نفضية، واللورنسي غابات مخروطية. بالنسبة للإقليم الجبلي بتتنوع فيه الحياة النباتية، وده سؤال بما تفسر لارتفاع السطح واختلاف كمية الأمطار. بالنسبة لأشجار الغابات كنت عاملها كده في فيديو مش مكمل نص دقيقة، يبقى ارجع له كده احفظهم هتلاقيهم سهلين إن شاء الله. عند اللي بعد كده بقى ملاحظات على جزء المناخ والنبات الطبيعي، راجع الملاحظات دي إن شاء الله هتلاقي العملية سهلة معاك. عندي هنا شوية ملاحظات مهمة جدا، بيجي أسئلة ساعات كده على المناخ والنبات الطبيعي، يجيب لي شوية خصائص مناخية كده تخص إقليم في مكان معين، ويقول لي بقى بما تفسر. فالإجابة هنقول له لوقوعه ضمن الإقليم، ونشوف الخصائص اللي هو جايبها لي. على سبيل المثال مثلا أول سؤال عندي بما تفسر يقول لي كده: ليه بترتفع درجة الحرارة وتسقط الأمطار طوال العام عند حوض الكونغو أو الأمازون؟ طبعا بقى حرارة مرتفعة وأمطار طوال العام ده يفكرك إن ده إقليم استوائي، فالإجابة هتكتبها كده، هتقول له وقوعه ضمن الإقليم الاستوائي وشبه الاستوائي، وتقول له بقى الخصائص اللي هو قالها لك في السؤال تاني. طيب، نفس الكلام لو قال لي ليه بتنمو بقى أشجار جوز الهند حشائش السافانا في شبه الجزيرة الهند الصينية؟ طبعا أشجار جوز الهند دي غابات موسمية، يعني إقليم موسمي، فبنقول له في الإجابة كده لوقوعها ضمن الإقليم الموسمي الذي يتميز بالحرارة المرتفعة والأمطار صيفا والجفاف شتاء، مما يؤدي لنمو أشجار جوز الهند وحشائش السافانا. عندي في 23 ممكن يجيب لي العكس، يجي يقول لي مثلا ما النتائج مترتبة على سقوط أمطار، فطبعا المطر بينتج عنه نبات وأنت مغمض. فمثلا عندي ما النتائج مترتبة على ارتفاع الحرارة وسقوط الأمطار عند حوض الكونغو، هنقول أدى ذلك إلى نمو الغابات الاستوائية. عندي اللي بعد كده السلالات في شكل مقارنة. طبعا درس السلالات سهل، بس ساعات للأسف بيحصل فيه لخبطة، فبرضك عشان ما تتلخبطش الدرس ده برضك يبقى في شكل مقارنة. النسب طبعا الزنجية 10، المغولية 40، كوكازية 50. المميزات بقى اللي بتميز كل سلالة أو الصفات الجسمية، طبعا زي ما قلت في الدرس لما شرحته قبل كده، البشرة والشعر بيتكرروا في التلاتة وتعرف الفروقات ما بينهم. الشفاه بنقول عليها غليظة في الزنجية، في الكوكازية رفيعة بس ما جبناش سيرتها في السلالة المغولية. الأنف العريض ما جاش سيرة الأنف غير في السلالة الزنجية. بالنسبة للسلالة المغولية جت فيها سيرة العيون، بنقول هنا عيون منحرفة، بس ما جبناش سيرة العيون في الباقي. فدي حاجات بسيطة كده، وجزء الصفات الجسمية والمميزات دي من الحاجات اللي بتتكرر كتير في الامتحان. عندي بالنسبة للأقسام الأسامي غريبة شوية، بس عشان أريحك معظم الأقسام اللي موجودة عندك في الدرس سلالة زنجية. بتحفظ حضرتك المغولية والكوكازية، أي حاجة بقى تبقى غير المغولية والكوكازية طبيعة تبقى زنجية. المغولية عندك سكيمو، تنجز، هنود حمر. الكوكازية سهلة، قلبية، نوردية، بحر متوسط. أي حاجة غير التلاتة المغولية أو الكوكازية هتبقى سلالة زنجية. طبعا بقى نفس الكلام كده ملاحظات مع أسئلة مهمة على جزء السلالات، راجع عليهم والإجابة مختصرة إن شاء الله، الدنيا سهلة معاك. بالنسبة بقى لجزء خصائص سكان العالم، عندي فيه خصائص ديموغرافية، تعليمية، صحية، واقتصادية. عندي بالنسبة بقى للمعدلات، كل معدل كده مكتوب جنبه بيبقى مرتفع في قارة ايه وأقل في قارة ايه، طبعا أسباب الارتفاع وغيره، شوية أسئلة بإجابتها برضو بشكل مبسط قدام حضرتك. عندي على سبيل المثال معدل المواليد هو الأعلى في أفريقيا والأقل في أوروبا. نفس الكلام بالنسبة لمعدل الوفيات، هتلاقيني كاتب لك في الوفيات الأعلى هنا أوروبا والأقل أمريكا الجنوبية مع الأسئلة. نفس الكلام برضو الزيادة الطبيعية والأسئلة اللي هي تخصها. عندي خصائص السكان بقى التعليمية والصحية، كلها عبارة عن أسئلة بإجابتها وشوية ملاحظات كده هتسهل عليك الحفظ. وعندي هنا جدول بقى جايب من الآخر كده ملخص معدلات الدرس
المواليد بقى والوفيات الأعلى إيه الأقل إيه. وعندي هدية تحت المقارنة دي استنتاج الجدول بقى، هنلاقي كده إن قارة أفريقيا بنحفظها كده أعلى في حاجتين أقل في حاجتين، أعلى في المواليد والزيادة الطبيعية، أقل في الفئة المتوسطة العمر ونصيب الفرد من الدخل القومي. أوروبا بنحفظها كده أعلى في حاجة أقل في حاجة صفر في حاجة، أعلى في الوفيات أقل في المواليد صفر في الزيادة الطبيعية. هنلاحظ كده ان بقية الجدول بيتمثل في الدول المتقدمة والنامية، وانا كاتب لك كده المتقدمة عكس النامية. اخر حاجة بقى هتلاقيها في مذكرة جزء النهاردة 11 تعريف عندك مهمين جدا برضه وسهلين حضرتك تحفظهم، وان شاء الله بالتوفيق لكم جميعا، ويا رب اكون قدرت اقدم حاجة تفيدكم. ويا ريت يا شباب بقى لايك واشتراك في القناة، ولو حد عنده استفسار عن اي جزء او في جزء مش فاهمه في المنهج يا ريت يسيب لي في كومنت، وان شاء الله هتواصل معاه كده في صفحتي على الفيس. ممكن تبعت لي على ماسنجر اي جزء، حتى لو هبعته لك فويس هبعت لك ورق، وان شاء الله ربنا يوفقكم كلكم ويكرمكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.